ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنتكلم عن 10 عادات يومية لبيت نظيف وريحته تجنن. طبعا يا بنات انا مش جاية اعلم حد ازاي ينظف بيته او مكانه، ولكن في تركات كده وحاجات معينة احنا بنغفل احيانا عنها، فبتحسي ان انتي مهما ما نضفتي البيت ومهما ما روقتيه بتحسي ان البيت ريحته مكمكمه، بتحسي ان البيت مش نظيف، بتحسي ان البيت مبهدل مكركب مهما ما نضفتي. احيانا كتير بنمر بالكلام ده، وانا كنت شخصيا واحده من الناس اللي كنت بمر بالكلام ده. ولكن لما بدات اتابع الناس على اليوتيوب والنصايح دي، بدات ان انا افهم ده في تريكات معينه انا بعملها هي اللي بتخلي الدنيا عندي مهما ما انا روقت ومهما ما نضفت ومهما ما عملت وفعلا تعبت وعملت مجهود كبير، انا برجع تاني احس نفسي ان انا ما عملتش اي حاجه، وبحس ان انا مخنوقه وتعبي راح على الفاضي. طيب اول عاده يا بنات هي عاده التهويه. اغلب البنات بتحب دايما ان هي تبقى مقفله البيت. طبعا انا عارفه ان لو انت في بيت قدامك او مجروحه او الشبابيك عندك مجروحه او كده، انت بتبقي طيب محتاجه دايما انك تقفلي البيت. ولكن انا بتكلم ان احنا ممكن بدري مثلا والناس كلها نايمه ممكن نفتح شويه، يعني مثلا على الساعه 7 8 كده. طبعا لو مش زوجك نايم او مفيش حد في الولاد نايمين، ممكن نفتح الاوضه تتهوى ونبقاش احنا قاعدين فيها اصلا الاوضه نفسها. يعني مش لازم تفتحي الشقه كلها مره واحده، حاولي تفتحي اوضه تتهوى وانتوا ما تكونوش قاعدين فيها. ده لو انت في ناس قدامك او الدنيا عندك مجروحه، فدي كانت نصيحه انا انصحك بيها، انك انت تفتحي اوضه تتهوى بس ما تكونوش قاعدين فيها. يعني الاوضه اللي انتوا فاتحين الشباك فيها ما تبقيش انت متواجده فيها انت واولادك، ولما تقفليها ابقي اقعدي وافتحي اوضه تانية وهكذا. التهويه يا بنات ودخول الشمس والهواء البيت عليه عامل كبير انت مش متخيلاه. انك تجددي كده نفس البيت عليه عامل كبير جدا. طيب رقم 2، عقمي ادوات التنظيف بتاعتك كويس. يعني احيانا لما بنيجي نمسح الارض بنحس كده ان الارض ريحتها زفاره، ريحتها حاجه غريب، مع انك انت حاطه ممكن تكوني حاطه حاجات عشان تدي ريحه وبتاع، بس برضو اول ما الارض تنشف والدنيا خلاص تمام تحسي لا ان في ريحه مش نظيفه. ليه بقى؟ عشان اصلا الشرشوبه او الممسحه اللي انت بتمسحي بيها الارض، ما اعرفش انتوا بتسموها ايه مختلف البلدان، يعني الاداه اللي احنا بنمسح بيها الارض مش متعقمه ومش نظيفه. تمام، فمهم جدا احنا نعقمها. ممكن نعقمها في كلور او نعقمها بديتول. شوفي بتعقميها ازاي. انا عن نفسي بحب اعقمها في كلور، ميه وكلور في الجردل، وبحط الشرشوبه فيها بعد كل مسحه. يعني بعد ما بمسح والشرشوبه اتوسخت معايا بقوم معقمها، وبعد كده بخليها تنشف تماما، اعلقها في مكان يكون داخل له شمس او هواء علشان تنشف تماما وما تلمش بكتيريا معايا، فلما اجي امسح بيها بعد كده تديني نتيجه كويسه وما تبقاش مخليه البيت ريحته زفاره. رقم 3، رتبي البيت بشكل سريع اول لما تصحي، اللي هو روتين الطوارئ او روتين الضيوف زي ما بيقولوا. لو حد دلوقتي جالك وقالك انا طالع على السلم، مامتك، خالتك، حماتك، جارتك، صاحبتك، حد طب عليكي فجاه وقالك ده انا 5 دقايق واكون عندك، هتعملي ايه؟ هتشقلبي وهتخلصي كل حاجه في 15 دقيقه بالظبط، ويمكن اقل من كده كمان. هو ده اللي انا عايزاكي تعمليه كل يوم اول لما تصحي من النوم. من على المشي كده، لمي من على المشي. ليه بقى؟ انت لما بتلمي الدنيا كلها من على المشي كده الصبح، انت نفسيتك بتبقى اهدى. ليه؟ اولا بتحسي ان البيت مرتب، حتى لو انت مش منظفه جامد، انت شديتي بس الملايه، لو في زباله على الارض لميتيها، لو في كوبايات حطيتيها في الحوض، يعني لو روقتي كده الدنيا، شوزات هتحطيها في الجزامه وهكذا. ده بيفرق جدا في نفسيتك. رابع حاجه، اهتمي بالروتين الاسبوعي للبيت. طبعا قلنا 100 مره احنا مش كل شهر بنعمل روتين شهري تنظيف عميق، احنا بنعمل روتين اسبوعي. ده اللي بيشيل الاسبوع كله، خصوصا لو انت بتشتغلي. فهيبقى عندك يوم او يومين اجازه. لو عندك يومين طبعا هتخصصي يوم تعملي فيه البيت، ولو عندك يوم تاني تعملي فيه الوجبات بتاعه الاسبوع. لو عندك يوم واحد تعملي فيه البيت، يعني اعملي فيه البيت بس، ما مش مهم اي حاجه غير انك انت تعملي البيت. بنعمل بقى فيه ايه؟ بنعمل بقى تنظيف عميق للبوتاجاز، للتلاجة بنمسحها مسحه كده لو مش محتاجه تتصبن، بنغير الملايات، بنزعف، بنصبن حمام تصبينه محترمه، بتكنسي بقى كنسه حلوه وتمسحي مسحه حلوه، بتظبطي بقى الدنيا عندك. فالروتين الاسبوعي مهم جدا عشان طول الاسبوع يبقى البيت عندك رايق، انت بتعملي بس الروتين بقى اللي هو البسيط بتاع ايه؟ اليوم.
رقم 5، لازم يا بنات نهتم بالروتين المسائي للبيت. طبعا انتوا لو اللي متابعني هيشوف ان انا من ضمن العادات المسائيه عملت كذا فيديو. العادات المسائيه المهمه جدا اللي ما بحبش ان انا انام من غير ما اكون عاملاها هي الروتين المسائي للبيت. انا ما اعرفش انام والبيت مكركب. لو نمت احيانا بتيجي عليا فتره بكون فعلا تعبانه مجهده، كنت في مشوار او في اي حاجه، باجي خلاص ما بقاش قادره اعمل اي حاجه بالليل. بس دي بتبقى يعني مره، تمام، لكن مش ده الطبيعي. تمام، ليه بقى؟ لان انت لما بتنامي ودنيتك رايقه بتصحي رايقه. لكن لو نمتي والدنيا مقلوبه مش هتبقي عارفه تنامي، هتجيلك كوابيس بالليل وانت نايمه من كتر ما انت شايله هم بكره هعمل ايه. وهتصحي بكره بقى الكابوس الاعظم ان انت هتلاقي بقى مطبخ مقلوب والبيت مقلوب ومش عارفه بقى تعملي ايه. هتبقي محتاجه بقى تعملي مهام فوق المهام. فمهم جدا يا بنات نلتزم بالروتين المسائي للبيت. يا ستي انت بس اعملي الروتين الخفيف ده الصبح اللي هو روتين الطوارئ بتاع الضيوف ده، واشتغلي بالليل قبل ما تنامي، ظبطي كل حاجه في مكانها. تمام. طيب رقم 6، جمعي كل ادوات التنظيف في بوكس واحد. ليه دايما بقول كده؟ عشان ما تفضليش داخله طالعه رايحه جايه وتبتدي تزهقي وتملي. حطي الفوطه بتاعه المسح والبخاخه اللي بتلمعي بيها والريشه وكل حاجه اللي انت بتحبي تستخدميها. لو منظف ازاز منظف خشب، شوفي انت بتستخدمي ايه في التنظيف، حطيه كله في بوكس واحد. انت داخله الاوضه بالبوكس، خارجه من الاوضه بالبوكس. تمام، مش بقى رايحه المطبخ عشان تجيبي حاجه نسيتيها، لا محتاجه مش عارفه تجيبي ايه، لا محتاجه تجيبي الجاروف ايه، وتبتدي بقى ان انت رايحه جايه انت نفسك هتملي وهتزهقي. لكن لما انت بتكوني حاطه كل الادوات وتكون طبعا متعقمه ونظيفه، حطاها في بوكس واحد، فانت دخلتي بالبوكس الاوضه، خلصتي الاوضه لميتيها وظبطتيها وخلصتيها، هتخرجي بالبوكس تدخلي على اوضه تانية. ده هيسهل معاكي وهيسرع معاكي عمليه التنظيف. طيب رابع حاجه يا بنات وقلتها كتير جدا ومش هبطل اقولها، اتخلصي من الكراكيب. اتخلصي من الكراكيب. الحاجه اللي ما بتستخدميهاش حتى لو سليمه اديها لحد يستفيد بيها. ما تقوليش اصل انا هستخدمها، اصل انا لما اخس هلبسها، اصل انا يمكن احتاجها، اصل انا يمكن اجيب بيبي تاني، وتفضلي مركنه الحاجه تحت السرير ولا انت خسيتي ولا اي حاجه حصلت. لما ربنا يكرمك ببيبي تاني يبقى اشتري له جديد. فما نفضلش نكنس في الحاجه عامله لنا ضغط نفسي وبتصعب علينا مهمه التنظيف عشان بكره، اصل بكره ممكن احتاجها. ده بيبقى الشيطان بيوسوس لك. الحاجه لو عدت عليها سنه وانت ما استخدمتيهاش اعرفي انك مش هتستخدميها، فخلاص يعني سنه كفايه قوي ان هي تقولك ان الحاجه دي انت مش هتستخدميها. طبعا انا بتكلم عن الحاجات السليمه. لو حاجات بايظه المفروض ترميها على طول، ما تستنيش عليها سنه. حاجه مكسره، حاجه بايظه، كوبايه مكسوره، كرسي مكسور، حاجه مش هينفع انها تتصلح، ارميها. لكن لو حاجه ممكن هي تتصلح وتعيدي تدويرها تاني ماشي، بس صلحيها واستخدميها، ما تركنيهاش بايظه. طيب رقم 8، اهتمي بغسيل الملابس والفرش. وهنا بتكلم يا بنات عن الستاير، عن فرش الكنب، عن الملايات. الحاجات دي لما بتغسليها وبتكون ريحتها حلوه، لما مش بقى تغسليها وتسيبيها في الغساله تكمكم وتبقى ريحتها استغفر الله العظيم يا رب، تيجي تنامي على السرير تبقي انت يعني هيجيلك اختناق وانت نايمه من كتر الريحه، ما هي مش لطيفه. ومهما ما حطيتي معطر ولا حاجه ثواني وبيروح. فمهم جدا ان احنا لما نغسل الحاجه نتنشر على طول، تطلعيها تنشريها على طول. ليه؟ عشان تبقى هي تفضل ريحتها كويسه، فلما تفرشيها في البيت عندك يبقى البيت ريحته جميله، ويبقى اللي داخل كده حاسس ان البيت مش ريحته مكمكمه ولا اي حاجه، ريحته كده تكون فواحه كده وحلوه. تمام، فده مهم جدا يا بنات. طيب البند الاخير هو المعطرات طبعا والبخور. انا طبعا من انصار البخور، انا بحب البخور جدا، بحب ابخر البيت. وبرضك المعطرات انا بحبها جدا بس بحب البخور اكتر، ما اعرفش ليه، وخصوصا يوم الجمعه. فشوفي انت بتحبي ايه وبتفضلي ايه، شوفي انت بتحبي تعطري بيتك بايه. بس طبعا التعطير ده بيبقى اخر خطوه خالص، لما تكوني انت نظفتي البيت ومسحتيه كويس، الارض مش ريحتها زفاره، فانت معقمه اصلا الادوات بتاعتك بتاعه التنظيف، فمسحه بقى والفرش مش مكمكم، انت غسلاه وريحته حلوه ومهويه البيت ومتخلصه من الكراكيب والدنيا عندك رايقه. لما ترشي البخور او قصدي المعطر او تشغلي البخور، فهتلاقي ان فعلا الريحه بتثبت. يعني اللي هيدخل بيتك هيلاقي ان الريحه ثابته عندك. تمام. ومهم جدا يا بنات كمان احنا نطلع كيس الزباله، يعني ما تعديش يوم وتكوني مطلعاها، يوم بعد يوم على الاقل. لو هي مش بتتملى عندك يعني بشكل يومي، يبقى يوم يوم لا نخرج كيس الزباله، لان طبعا بتعمل ريحه مش كويس خالص في البيت. طيب اخر نصيحه واهمهم على الاطلاق، وقلتها كتير في فيديوهاتي قبل كده،
بس هعيد عليكم تاني يا بنات، ما ننساش نستعين بالله ونقول طبعا تسبيح السيدة فاطمة قبل النوم، طبعا قلناه كتير علشان تصحي كده تلاقي نفسك ايه ريفرش كده. والله يا بنات طب جربوها. بس انا اليوم اللي بنسى اسبح فيه قبل ما بنام لما بكون نايمه تعبانه ومضغوطه وبنسى، انا بقوم نفسيتي تعبانه مخنوقه، مش طايقه نفسي، مش طايقه اولادي، مش طايقه اي حاجه، ومكسله مش قادره اتحرك. سبحان الله، اليوم اللي بقول فيه التسبيح ده قبل ما بنام بقوم تاني يوم عندي نشاط غير طبيعي وعندي اقبال على الحياة غير طبيعي. جربوها يا بنات ومش هتندموا، والله ما هتندموا. فمهم جدا ال10 نصايح او ال10 عادات دول هيساعدوكي جدا ان بيتك طول الوقت يبقى نضيف، وهيكون رونقه حلو كده، وهيكون ريحته حلوة. بس التزمي بالعادات دي كلها، ما نلتزمش بعادة واحدة ونقول احنا النتيجة مش لاقيين نتيجة. لا، لازم تلتزمي بكل العادات دي علشان توصلي للنتيجة اللي انت نفسك فيها. وبس كده، يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، ولو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني، وما تنسيش طبعا ادومها وانقاذ. يلا باي.